هل تعرف ما هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك الهروب منه في هذه الحياة؟ لا، مش الضرائب ولا الموت حتى. اللي ما تقدرش تهرب منه هو الفشل. الفشل، الشيء اللي كلنا نخافه، نكرهه ونتجنبه. لكن المضحك أو يمكن المأساوي إن الفشل هو الطريقة الوحيدة اللي بنتعلم وننمو بيها فعلا. أنا آسف لأنك كنت مفكر إنك تقدر تعيش حياة بدون ألم. آسف لأنك كنت مستني النجاح يجيك على طبق من ذهب طالما عندك الشغف. آسف لأنك كنت مفكر إنك تقدر تختصر الطريق. لكني هنا عشان أقول لك الحقيقة اللي مفيش حد عايز يقولها. لو ما فشلتش ما تعلمتش، ولو ما تعلمتش ما كبرت، ولو ما كبرت فأنت بتموت ببطء. والموت هنا مش لازم يكون توقف قلب. الموت هنا هو إنك تعيش بنفس الطريقة كل يوم، بنفس العقلية، بنفس الحدود، ومش بتتحرك شبر واحد لقدام. خليني أحكي لك قصة. واحد اسمه بيتر، مبرمج عبقري. كل الناس كانت بتقول عليه نابغة. دخل جامعة مرموقة وعنده مشروع تطبيق كان هيكسر الدنيا. بس بيتر كان بيخاف يفشل. كان بيقول مش جاهز أنشره، لسه ناقصه شوية مزايا، أنا مش متأكد. تفتكر إيه اللي حصل بعد سنتين؟ حد تاني سرق الفكرة ونشر تطبيق مشابه وباعه ب20 مليون دولار. وبيتر لسه بيضبط التفاصيل الصغيرة في النسخة 17 من التطبيق. لسه قاعد في مكتبه بيتخانق مع نفسه، خايف ينشر، خايف يتعرض للنقد. الدرس، الخوف من الفشل بيخليك واقف مكانك، تتفرج على الناس وهي بتعديك، وكل ما تفكر تاخد خطوة تفتكر 1000 سبب يخليك ما تعملهاش. بس الحقيقة كل الأسباب دي مجرد أعذار مغلفة بالخوف. أنا عارف اللي بتفكر فيه، بس لو فشلت الناس هتضحك عليا. أنا تعبت كتير، ما ينفعش أضيع مجهودي، لازم أستنى الوقت المناسب. أنا آسف، بس خليني أقول لك حاجة تزعلك. الناس مش مهتمة بيك كفاية عشان تضحك عليك. أنت مش مهم بالنسبة لهم بالشكل اللي تتخيله. كل واحد غرقان في فشله الخاص، في قلقه الخاص، في دراماه الخاصة. فلو كنت خايف تفشل عشان الناس، اطمن، محدش واخد باله أصلا. الناس مشغولة بنفسها أكتر ما تتخيل، وده شيء تحرري جدا لما تفهمه بجد. لأنك فجأة بتكتشف إنك تقدر تغلط، تتعثر، تفشل، ومفيش كاميرا بتسجل، مفيش جمهور بيحكم. أنت لوحدك، أنت والحياة، واللي بينكم هو الاختيار. في مفهوم مهم هنا لازم تفهمه. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو خطوة في طريق النجاح. أيوة، الفشل مش نهاية الطريق، الفشل هو الطريق. هو اللي بيعلمك، هو اللي بيخبطك عشان تصحى، هو اللي بيقولك أنت ماشي غلط، غير اتجاهك. يعني لو وقعت قوم وانفض التراب وتعلم. لأن الوجع الحقيقي مش في السقوط، الوجع الحقيقي هو إنك تفضل قاعد في نفس المكان خايف تقوم. لأن السقوط في حد ذاته ما بيكسركش، لكن الاستسلام هو اللي بيقتلك من جوه. في ناس بتقعد تقولك فكر إيجابي، امنح نفسك طاقة، قول تأكيدات كل صباح. بص، أنا مش ضد التفكير الإيجابي، بس الحقيقة التحفيز مش هينفعك لو أنت مش مستعد تفشل. الحافز الحقيقي بيبدأ من هنا، من أول سقطة. عايز تعرف أنت بتعمل حاجة مهمة فعلا ولا لأ؟ شوف مدى استعدادك للفشل فيها. لو مستعد تخسر فيها فلوسك، وقتك، سمعتك، ساعتها أنت ماشي في الطريق الصح. لأن الحاجة اللي بتستحق دايما بتكون مكلفة، واللي ما بيخاطرش بيعيش في أمان مزيف اسمه المنطقة الآمنة. بس الحقيقة مفيش شيء آمن في الركود. أنا كتبت مقالات وناس سابتني، عملت فيديوهات ومحدش شافها، طبعت كتاب وترفض من دور نشر. لكن كل مرة كنت بفشل كنت بقرب خطوة من اللي أنا عايزه، كنت بكتشف حاجة جديدة، كنت بغير حاجة في نفسي، كنت بنضج. في علاقة عكسية بين الراحة وبين التقدم. كل ما كنت مرتاح أكتر كل ما أنت ماشي بعيد عن الهدف. المكان اللي فيه الخوف هو نفس المكان اللي فيه النمو. اللحظة اللي قلبك بيضرب فيها بسرعة هي اللحظة اللي أنت فيها حي فعلا. اللحظة اللي فيها صوت داخلك بيقول أنا مش متأكد هي اللحظة اللي لازم تاخد فيها خطوة. طيب نرجع للسؤال الكبير، إزاي أتعامل مع الفشل؟ أولا، احتضنه، ما تخافش منه، ما تهربش، خده في حضنك وقوله أهلا، اتأخرت ليه؟ ثانيا، حلل، لكن ما تلومش نفسك، شوف غلطك فين، بس ما تعيش دور الضحية، ما تستخدمش الفشل كعكاز تعرج عليه طول عمرك. ثالثا، ارجع تاني بسرعة، ما تستناش، ما تندب حظك، ما تنعزلش، قوم على طول حتى لو مش جاهز. رابعا، خلي كل فشل خطوة مش جدار.
ما تعاملوش كحائط، عامله كسلم. خامساً، اقبل إنك مش استثنائي، وإنك لازم تتعلم زينا كلنا، وإنك مش موهوب بالفطرة في كل حاجة، وده مش عيب، ده طبيعي، ده إنسان. أنا مش بقولك امشي تدور على الفشل، لكن بقولك لما يجي ما تهربش، لما يطرق بابك افتحه، لأن اللي بيتعلم يمشي وسط النار هو اللي يخرج منها أقوى، مش محترق بل متحول، لأنه فاهم إن الألم مش نهاية، إن الإحراج مش موت، إن النقد مش سكين، إن الغلط مش عار. وفي الآخر أنت مش هتتقدم غير لما تفشل، مش هتفهم غير لما تغلط، مش هتكبر غير لما تنكسر وتقوم. فيا صاحبي، افشل، افشل كتير، وافشل بسرعة، لكن أهم حاجة ما تبطلش المحاولة أبداً.